السؤال الثاني: ما حكم استخدام منتجات العناية بالجسم للحاج إذا كانت هذه المنتجات مصنعة من نباتات طبيعية كالصابون والشامبو ومزيل الرائحة وزبدة الشيا؟ على كل، الممنوع على المحرم هنا هو التطيب، فإن كانت هذه أشياء طبيعية لا تقصد للتطيب وإنما فيها رائحة طيبة فحسب، وهي فوق ذاك تعين الحاج في الأجواء التي ربما تكون جافة أو التي تكون حارة أو نحو ذلك، يستعين بها. وهكذا مزيلات الرائحة التي فيها رائحة وتزيل رائحة الجسد من الإنسان، هذه كلها في حقيقتها حاجات معتبرة، ويمكن للإنسان أن يستعمل لأجلها هذه المنتجات التي يذكرها الأخ السائل. وكذلك ما دامت في أصلها ليست طيبا يقصد للتطيب فلا حرج في استعمالها، والله أعلم.